اليوم غادي نحضروا هاد الحليوه بصراحه من اسهل والذ الحلويات اللي حضرت، كتجي لذيذه سهله والشكل ديالها كيحمق. اول حاجه غادي ناخذ واحد 100 غرام ديال الزبده تكون بدرجه حراره المطبخ. غادي نزيد ليها 2 معالق كبارين ديال السكر، المهم السكر كيبقى على حسب الذوق ديال كل واحد. قبيصه ديال الملح، وغادي نخلط هاد المقادير كلها مزيان حتى كيذوب ليا السكر. غادي نزيد ليهم معلقه كبيره ديال بودره فلون بمذاق الكراميل، كاس الا ربع ديال الحليب، وكاس صغير الا ربع ديال الزيت. صافي غنضيف لهم الطحين على حسب الخليط، يعني من 150 غرام حتى ل 200 غرام ديال الطحين حتى كيتجمع ليه الخليط. وغادي نزيد له معلقه صغيره ديال خمارات الحلوى. العجينه خصها تكون بهذا الشكل، ما تكونش قاصحه بزاف، يعني تكون رطبه. صافي غادي نشكلها كويرات يكونوا متوسطين، ما كبارينش بزاف وما صغارينش بزاف. غادي ندوزهم في بياض ديال البيض، واللوز مهرمش يكون خضر اولا كاوكاو، المهم اللي متوفر عندكم. صافي غادي نتقبها من الوسط سواء بصبعكم الصغير اولا بالجراره ديال الشباكيه، المهم اللي تجيكم سهله، اللي تجيكم على يديكم سهله. غادي نديرها في الطاوه اللي غندخل الفران، ندخلها طيب من الجهتين حتى كتحمر ليا من الفوق ومن التحت. ومن بعد غادي ناخذ واحد 10 د الحبات ديال بسكوي ماريا، غادي نطحنهم مزيان حتى يوليو بحال شكل الطحين. غنضيف لهم 50 غرام ديال الشوكولاط مذوب، سواء نضيفوا الاسود ولا الابيض اللي عندكم متوفر. صافي غنديرهم بجيب حلواني، وغناخذ البوق صغير اللي صغير في مره هو اللي غادي نستعملوه، وغادي نعمره بهذا الكريم وغنزوق بهم الحليوه ديالي. كتجي الصراحه لذيذه سهله، جربوها بالصحه والراحه.